مرتضى منصور يواصل تدمير الزمالك، ومن حفر حفرة لممدوح عباس وقع فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حلقة جديدة قوية نارية، ومستنين توفيق المولى ثم دعم الأهلاوية. يلا دوس اللايك الجميل دعما لأخوك الدرع الأهلاوي، ونبدأ حلقتنا على بركة الله. صدق أو لا تصدق، مرتضى منصور يستغيث بالصراخ والعويل والبيانات بوزير المالية للحجز على أموال الزمالك لمصلحة الضرائب. طيب نخش بقى في تفاصيل الخبر الجميل ده، لأن جواه حاجات كده هنتكلم فيها علشان نعرف مين هو نادي الدولة، وعشان نعرف مين اللي بيعمل مؤامرات كونية على الزمالك، وعشان نعرف مين اللي عايز يدمر الزمالك. أول حاجة بيطالب وزير المالية بالحجز لصالح الضرائب، وقعد يسرد في الحسابات اللي عنده. طيب ازاي بقى الضرايب ساكتة على نادي الزمالك؟ مش دي مبالغ مستحقة على الزمالك؟ ازاي الضرايب ساكتة على نادي الزمالك لحد دلوقتي؟ من سنين ما سدش الزمالك الضرايب. ده رقم واحد. ادي الدولة اللي بتتكلموا عنها اللي بتدعم النادي الاهلي ساكتة على الزمالك في ضرايب قد كده. حلو. وبعد تصريح مرتضى، هل هيتم الحجز على اموال الزمالك من الضرايب؟ اول حاجه قانونا ما ينفعش. ليه قانونا ما ينفعش يا سيد مرتضى يا جابز القانون؟ لان لا يجوز الحجز مرتين على اموال الزمالك. سيد ممدوح عباس حجز على اموال الزمالك، فالضرايب مش هتحجز على حكم صادر لممدوح عباس. طب هو بيعمل كده ليه؟ بيعمل كده عندما في ممدوح عباس انك انت خدت قرار، خدت حكم عليا بالتنفيذ والحجز على رصيدة الزمالك. لا، انا هدي الفلوس دي للدولة للضرايب وانت مش هتاخد فلوس. طب ما هيفضل برضو ممدوح عباس ليه عندك فلوس؟ يبقى الضرايب خدت الملايين اللي عندك في الحسابات، وممدوح عباس هيحجز عليك تاني، واي فلوس هتخش مثلا زي غرامة الكهرباء ولا اي رعاية لو جالك رعاية هياخدها. يبقى انت بتواصل تدمير نادي الزمالك. عرفتوا يا خمارة مشرقي وصبيان المعلم مين اللي بيدمر الزمالك؟ وانتوا مقطوع لسانكم، مقطوع لسانكم. الاعلام ساكت ما بيتكلمش، محدش بينطق ويفتح بقه ويقول ان الرئيس نادي الزمالك بيدمر الزمالك وموديه في نفق مظلم، وفي الاخر نطلع نقول ان الخطيب يا مرتضى، الخطيب هو اللي بيعمل مؤامره ورد فلوس تركي آل الشيخ، وان الدوله واقفه مع الاهلي، وان الفيفا طلع اهلاوي، وان الكشاف طلع اهلاوي، وهكذا. هنسرد ايه؟ اي اعذار. الحاجه التانيه اللي معانا هو سياده المستشار مرتضى منصور مش وعد الجمهور بتاع الزمالك عيانا بيانا على قناه الزمالك والبرنامج اللي بيطلعوا يشتموا فيه الناس ان هو هيحل الازمه يوم الاحد؟ ادي الحد بكره وانت بتطالب وزير الماليه بالحجز على ارصده النادي. هو ده الوعد؟ هو ده الوعد انك انت هتحل ازمه النادي وان هيبقى فيه سيوله وهيبقى اذا فوعود كاذبه وهي وهميه. تمام. طيب انت بتعاند ممدوح عباس لصالح مين؟ لصالحك انت وغرورك وكبريائك. طب ونادي الزمالك القلعه المفروض الكبيره والمؤسسه الكبيره في الدوله، فين حقها؟ يا وزير الشباب والرياضه ازاي انت ساكت على الهرتله دي؟ يا رموز الزمالك انتوا فين لما تعملوا وقفه احتجاجيه ضد الراجل ده؟ احتجاجيه، مش بنقول لكم اعملوا ثوره، لا، وقفه. انت بتخرب النادي، انت كده مودي النادي في سكه تانيه خالص. ادي للراجل فلوس وبص للنادي عشان تقدر تنافس النادي الاهلي. تمام. يبقى فين رموز الزمالك؟ مش عارفين. فين الجمعيه العموميه بتاعت نادي الزمالك؟ هيطلع يقول لك انت مالكش دعوه، خلاص احنا بس بننوركم كده عشان بعد كده ما تفضلوش تعيطوا وتلطموا على وشكم وتقولوا ان النادي الاهلي هو السبب مثلا. دي حاجه. الحاجه الثالثه بقى معانا، لما يتم الحجز على ارصده النادي من الضرايب وممدوح عباس يحجز عليك، هتجيب صفقات للفرقه ازاي؟ وهتجيب فلوس اللعيبه المرتبات في جميع الالعاب ازاي؟ ونلاقي فلوس داخله النادي. طب هل بيتم ثبوت
ثبوت ان الفلوس دي داخله حسابات النادي اللي هي في البنوك عشان تطلع بمستندات رسميه ومرتبات شهريه للعيبه ومستحقاتهم. عايزين نشوف ده. انت طالبت الخطيب انه يطلع يوريك المستندات والمحاضره الرسميه بتاعه تسليم فلوس تركي آل الشيخ، واحنا بقى بنطالبك هنا انك انت تطلع تبرز لنا الاوراق اللي بتخش بيها الفلوس خزائن النادي الزمالك او حساباته وبتطلع ازاي. بسيطه قوي. كل الدعم من النادي الاهلي، حبينا بس نكشف المؤامره الدنيئه اللي بتحصل، وفي الاخر بيدفع ثمنها النادي الاهلي وجمهوره بالشباب والشتايم والرمي بالباطل. حاجه تانية هنتكلم فيها في حاجه تالتة، يعني حلقه تانية عن احقيه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، عشان الناس لسه عماله تهري في الموضوع ده.